السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كيا ديليس. اقتراح ديال اليوم غادي يكون عبارة على تحلية سهلة مهلة بسيطة بدون نشا بدون جيلاتين، تحلية اللي ممكن نزينوا بها مائدة الإفطار في الشهر الفضيل، أعاده الله علينا وعليكم بكامل الصحة والعافية. ما نطولش عليكم، يلا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فضلا وليس امرا الاشتراك في قناه كيا ديليس مع تفعيل الجرس مع لايك وتعليق جميل للاستمراريه وتشجيع القناه، وما تنسوش تبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصحاب، ولكم جزيل الشكر. لهاد الوصفه غادي نحتاجو 3 ديال الكيويات اللي يكونوا طيبين وساخين على هذا الشكل هذا. عصير الحامض غادي ناخذ منه معلقه كبيره، وعندنا جوج البيضات اللي فرقنا الصفار على الابيض على هذا الشكل هذا، جوج معالق كبار ديال السكر ثقيل ولا سكر غلاس، 250 غرام ديال جبن ماسكاربون اللي ممكن تعوضوه بالفرماج مربع اولا مثلث بنفس الكميه، ومعلقه كبيره ديال العسل. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي وغادي نديرو فيه الكميه ديال الكيوي اللي عندنا بعد ما قطعناها، وغادي نزيدو معلقه كبيره ديال العسل ومعلقه كبيره ديال عصير الحامض، وغادي نطحنوهم مزيان ونخليوه في الثلاجه حتى وكنحتاجو ليه، وندوزو للمرحله المواليه. غادي ناخذ ريسيبيون وغادي نديرو فيه ابيض البيض كيف ما سبق ليا وذكرت جوج ديال بياض البيض، وغادي نخدمو بحال اللي بغيت نصايب لا مورانغ حتى كيولي عندنا بهذا الشكل، ونخليوه على جنب. وغادا ناخذ ان اوتر بول ولا ان اوتر ريسيبيون، غادا ندير فيه 250 غرام ديال جبن ماسكاربون، وغادا نبدا نطرب في هاد الجبن الماسكاربون مع جوج معالق كبار ديال سكر غلاس على هاد الشكل هذا، وغادا نحيد واحد الكميه قليله فقط للتزيين، ونعاودو نخدمو هاد الجبن مع صفار ديال البيض. غادي نزيدو صفار بصفار، ممكن تعوضوا جبن ماسكاربون بالفرماج مثلث اولا مربع حتى هو كيجي زوين. وغادا نزيد الخليط الابيض ولا ديال بياض البيض على خليط جبن ماسكاربون، وغادا نخلط من التحت للفوق باش ما نكسرش البيض حتى كنحصل على اون موس. لاموس ديالتنا ها هي واجده، وكذلك الكيوي حتى هو واجد. دابا غادي ندوزو للطريساج اللي كيبقى شيء اختياري وعلى الذوق ديالكم. انا هنا غادي ندير 3 المعالق كبار ديال لاموس كطبقه اولى على هذا الشكل هذا، والطبقه الثانيه غادا نديرها بالكيوي كذلك 3 المعالق، وغادا نزيد طبقه ديال لاموس كطبقه اخيره. ممكن كذلك ديروا طبقتين من لافوكا وطبقتين من لاموس، هادشي كيبقى اختياري. نكمل انا العمليه ديال الدريساج ونعاودو نتلاقاو. التحليه ديالتنا ها هي وجدات. انا غادا نزين بجبن ماسكاربون اللي نقصتو قبيلات من الخليط ديالي، وغادا نزين بقطعه من الكيوي وكذلك بورقه ديال النعناع، والتزيين دائما كيبقى اختياري. غادا نصايب لافيرين الثانيه ونعاودو نتلاقاو. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالتنا. انا هنايا صايبت الفيرين الثانيه بطبقتين من الكيوي وطبقتين من اللاموس باش تشوفوها كيفاش كتجي. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا لا بلايك ولا بتعليق. بارطاجي مي فيديو مع العائله ومع الاصدقاء لتعم الفائده. ولا كنتو اول مره كتشوفوا قناه كيا ديليس عملوا الاشتراك، ضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد،
وإلى اللقاء بقية ديليس.